الناس اللي ان شاء الله داخله تجاره انجلش جامعه حلوان لازم تتابعوا الفيديو ده للاخر علشان هنتكلم بالتفاصيل بالظبط على كل الاوراق اللي المفروض نجهزها. يعني مبروك مقدما للناس اللي هتخش الكليه من اجمل الكليات اللي هتبقوا مبسوطين بالدراسه فيها. هي هتفيدكم جدا في سوق العمل او حتى لو حابين ان انتوا تعملوا بيزنس خاص ليكم. ان شاء الله اول ما تطلع نتيجه الترشيح بتاعتكم لكليه التجاره واداره الاعمال جامعه حلوان وتكون درجة الانجليش 32.5 فيما فوق، يعني معاكم لحد 40. المهم ان درجة الانجليش تكون 32.5، ده شرط جامعة حلوان. لو كل الناس اللي مقدمة لجامعة حلوان عايزة تخش تجارة انجليش وجايبين درجة الانجليش دي، فان شاء الله تأكدوا انكم معانا. طيب دلوقتي عايزين نعرف ايه الاوراق المطلوبة علشان نبدأ ان احنا نجهزها. ورقة وقلم كده واكتبوا ورايا كل اللي انا هقوله، او ادخلوا على قناة التليجرام اللي هنزل فيها كل تفاصيل الحاجات اللي انا هقولها. بس برضو لازم تتابعوا الفيديو الاخر علشان هتكلم في حاجات بالتفاصيل كتير اكتر ما هعرف اكتبها كتابة على الجروب. حاجة هنجهز اصل شهادة الثانوية العامة اللي جبناها من المدرسة، ومعاها 3 صور اللي هي مختومة بختم النسر، مش بيان نجاح، لان في فرق ما بين بيان النجاح وشهادة الثانوية العامة. فاحنا هنجيب الشهادة اللي جبناها من المدرسة اللي مكتوب عليها الرقم السري ومختومة بختم النسر اللي هو لونه سيلفر، وعليها صورتكم، هي دي اللي هنجيبها وهنصور منها 3 صور. ويستحسن كمان على الصور اللي انا هقولها دي ان احنا نصور ازيد منهم عشان بس نخليهم معانا احتياطي لأي حاجة. تاني حاجة بطاقة الترشيح، نطبع طبعا احدث جواب ترشيح اللي هو بعد ما كل المراحل تقفل خلاص والموقع يتقفل، فبنطبع احدث جواب ترشيح اللي هو النهائي مش الجواب المبدئي. خليني اوريكم شكلهم ونشوف الفرق ما بين الاتنين. بصوا معايا كده، ده اللي هو الاختار المبدئي. ده طبعا مش هنجهزه في الملف، احنا هنجيب دوسيه شفاف ونبدأ نحضر فيه الاوراق اللي انا بقولها دي بالترتيب. ده الاختيار المبدئي. الاختيار المبدئي ده تمام ماشي، هنطبعه ممكن نحتاجه، بس مش ده اللي هنقدمه في الورق. ايه بقى اللي هنقدمه في الورق؟ تعالوا نشوف. بصوا هو ده مكتوب بطاقة الترشيح النهائية، تمام. دي طبعا بتظهر بكلمة النهائية دي بعد ما الموقع بيتقفل لل3 مراحل، بتخش تلاقي مكتوب بطاقة الترشيح النهائية وتطبعها. واهم حاجة يكون موجود الباركود ده، تمام. تالت حاجة صورة بطاقتك، ورابع حاجة صورة بطاقة ولي الامر. طب مثلا انا والدي ووالدتي متوفيين يبقى بطاقة الاخ، والدي منفصل عن والدتي يبقى بطاقة الام عادي جدا، مفيش اي مشكلة. في اي ظروف عائلية اي بطاقة لشخص ولي امرك عادي بتتحط في الملف. المهم يبقى البطاقة اللي انت حاططها لولي امرك دي هو ده الشخص المسؤول عنك، تمام. في حالة ان الاب مش موجود ممكن العمام، الام مش موجودة ممكن خالات خلان اي حاجة، او حتى يعني مثلا لو انت عايش مع جدك او جدتك، اي شخص هتحط بطاقته هو اكبر منك سنا فهو ده ولي امرك، وهو ده اللي هيمضي على الاقرارات اللي احنا هنقولها في اخر الفيديو. خامس حاجة بقى ودي للولاد بس، استمارة 2 جند و6 جند او 7 جند على حسب تاريخ ميلادكم، اذا كنت هتاخدوا 6 او 7. انا افتكر ان انا السنة اللي فاتت اخدت 2 جند و7 جند، تمام. الاتنين بتديهم للكلية برضو، بتحطهم في الملف بتاعك وتتأكد ان الاستمارة اللي هي الكبيرة اللي هي تقريبا 2 جند دي بتبقى فاضية خالص، الكلية هي اللي بتملاها مش انت. واستمارة 7 او 6 جند بتبقى مختومة بختمين من مديرية الامن، تمام. الاتنين ال6 جند وال2 جند دول مش بنجيبهم الاسم، بنجيبهم من مديرية الامن، تمام. وسادس حاجة اللي هي اصل شهادة الميلاد، يعني هنجيب نسختين اصل، هنروح الاسم هنطلع النسخة تقريبا ب25، مش فاكر بالظبط، السنة اللي فاتت كانت ب25 ممكن تكون غليت شوية. هنخش السجل المدني هنقول لهم عايزين نطلع شهادتين، هنديهم البطاقة عايزين شهادتين لاسم البطاقة دي اللي هي بطاقتكم.
الشهادتين دول يكون فيهم العلامة المائية، تمام، اللي هم الشهادات الحديثة دي مش القديمة، تمام. لو معاكوا الشهادة قديمة بيبقى لونها اخضر كده، لا دي بيبقى لونها ازرق شوية وفيها اسمك مكتوب بميل كده وفي علامة مائية. سابع حاجة هنتصور 7 صور شخصية، اللي هي الكروت عادي اللي هي العادية جدا دي اللي بنحطها في اي استمارات او اي حاجة، تمام. هتروح محل التصوير تظبط نفسك وتتصور، لان الصورة دي اللي هتبقى بعد كده في الكارنيه او هتبقى في اي حاجة تخص الكلية، تمام. فاتصوروا كده 6 صورة حلوة واعملوا منها 6 نسخ، حطوها في الملف برضو. وبرضو خلوا معاكوا صور بزيادة، لان ممكن تحتاجوا صورة لو عايزين تعملوا كارنيه للمترو، ان طبعا هتحتاجوا المترو لو انتوا في جامعة حلوان، وممكن تحتاجوا الصور دي في كذا حاجة تانية. فمن حاجة بقى هتجهزوها وهي استمارة الكشف الطبي، ودي طبعا لسه هينزل لينك هتقدم عليه وهيطلع لك كود دفع. هتاخد الكود بعد ما اللينك ده ينزل وتقدم عليه، هيطلع لك كود دفع، هتاخد الكود كده وتطلع على اي سنترال في مكنة امان مش فوري، لان جامعة حلوان مش بتتعامل مع فوري خالص، بتتعامل مع امان وممكن و باي، هي دي بس اللي بتتعامل معاها جامعة حلوان. بلاش فوري، تمام، عشان ما تدفعوش المصاريف من فوري وما توصلش، ان اصلا انتوا مش هتلاقوا جامعة حلوان على الجهاز بتاع فوري ده. بس هتروحوا تدفعوا تمن الكشف الطبي. بعد ما تروح تدفع تمن الكشف الطبي هيظهر لك بقى على الموقع ميعاد اللي انت هتروح فيه، وهيظهر لك الاستمارة دي هتاخدها سكرين شوت بالميعاد وتروح تطبعها من المكتبة، علشان هتروح بيها الجامعة على طول بالاستمارة دي وتخش الجامعة تعمل الكشف الطبي. والكشف الطبي ده هيتمدي لك فيه ان الطالب لائق، وبعد ما يتمدي ومن الناس اللي هناك اللي هتعمل معاك الكشف الطبي هتاخد الاستمارة وتحطها في الملف بتاعك وهي ممضية ان حالة الطالب لائق. خليني اوريكم شكل الاستمارة وشكل الوصل بتاع الكشف الطبي اللي انا دفعته، انا لسه محتفظ بيهم برضو والله عشان اعمل لكم الفيديو ده. بصوا بقى ده شكل الوصل اللي هو بعد ما قدمت على الموقع بتاع الكشف الطبي بتاع الجامعة، ودفعت 25 جنيه بس، ده قيمة الكشف. معرفش السنة دي هيبقى بكام. اتوجهت بقى للموقع تاني وطبعت الاستمارة، هوريكم شكلها دلوقتي برضو. وطبعا معلش انا طبعا يعني شاطب على الحاجة اللي هي فيها بيانات خاصة. بصوا ده بيبقى شكل الاستمارة، دي استمارة انا كنت طابعها زيادة كده. وبس كده انا اوريكم شكل الاستمارة اهي. طبعا بقى بيتكتب لكم هنا ان حالة الطالب لائق، تمام. في الجزء ده هتحطوها في الدوسيه بتاعكم اول ما تتكتب في الكشف الطبي. يوم الكشف الطبي طبعا الذكور بيبقى ليهم يوم والاناث في يوم. من حاجة بنجهزها في الملف واحنا رايحين نودي الدوسيه بتاعنا للكلية هي صورة الوصل بتاع 800 جنيه اللي بندفعه رسوم الانترفيو. برضو الانترفيو ده لسه التقديم بتاعه منزلش، ان شاء الله اول ما اللينك بتاعه ينزل هبعتهولكوا على قناة التليجرام، فلازما وضروري جدا ان انتوا تبقوا موجودين فيها عشان تبقوا متابعين كل حاجة. الوصل اهو، وده برضو نفس الفكرة، هنخش ناخد كود دفع وهنروح ندفع من مكنة امان. شايفين مكنة امان؟ التعامل كله مع جامعة حلوان يفضل امان او ممكن، تمام. دفعت 800 جنيه ورحت عملت الانترفيو. هنعمل فيديو لوحده عن الانترفيو، الاسئلة فيه بتكون عبارة عن ايه وايه الاسئلة اللي ممكن تراجعوا فيها لحد ما تروحوا الانترفيو. جدا ومش مستاهل اصلا ان انتوا يعني تقعدوا تذاكروا له، هو حاجة بسيطة جدا، يعني سؤالين او 3 اسئلة بالكتير سهلين جدا، هنتكلم عنهم في فيديو لوحده عشان بس ما نلخبطش الدنيا. 10 حاجة وهي الحاجة الاخيرة، طباعة الاقرارات. ايه هي الاقرار؟ انت بتكتب اقرار على نفسك ان انت هتدفع المصاريف، وولي امرك بيمضي عليه ان هو مسؤول عن كل البيانات اللي انت كاتبها في الاقرار. خلينا برضو اوريكم شكلهم. دول بتوع السنة اللي فاتت، بتوع السنة دي لسه ما نزلوش، بس هم نفس البيانات نفس كل حاجة نفس الشكل. الفرق بس ان هم هيغيروا رقم السنة، بدل دفعة 2022 هيكتبوها دفعة 2023، تمام. خليني اوريكم شكل الاقرارات دي عاملة ازاي. بصوا عايز اقول لكم ان الاقرارات دي اهم حاجه. انا طبعا كنت طابع منها كتير لان واحنا بنكتب غلطنا في حاجات، لانها بتتكتب بخط الايد وهم عايزينها بخط الايد.
تمام. اطبعوا منها كتير عشان لو غلطتوا في حاجة يبقى معاكم نسخ تانية تقدروا تعدلوا فيها يعني. ده بيبقى شكله، وهو هيبقى نفس الشكل السنة دي مع اختلاف ان التاريخ اللي فوق ده اللي هو 2022 23 هيبقى 2023 2024. تمام. بيبقوا طالبين اسم الطالب رباعي، الاسم باللغة الإنجليزية، الرقم القومي، الجنسية، زي ما انتم شايفين كده. ودي الورقة التانية من الإقرار اللي بيمضي عليها الطالب وبيوقع وبيكتب التاريخ اللي هو هيروح يقدم فيه الورق. تمام. وده كمان إقرار تاني اللي بيمضي فيه بقى ولي الأمر، وبتعلم سواء ان انت داخل انتظام او انتساب بس، وبتمضي عليه برضو من فوق زي ما انتم شايفين كده. بس كده وبس كده، دي الحاجات اللي انتوا تقدروا انكم تبداوا تحضروا فيها، ما عدا اخر 3 حاجات لان دول لسه اللينكات بتاعتهم لسه ما نزلتش وكده. فلازم تكونوا على جروب التليجرام، عمال اكد عليكم كذا مره، لازم تكونوا قصدي على قناه التليجرام اللي هسيبها لكم في اول تعليق وهسيبها لكم في صندوق الوصف. اتمنى يكون الفيديو فاتكم، واشتركوا في القناه عشان تتابعوا كل الفيديوهات الجايه، لان في حاجات كتير هنتكلم فيها عن الكليه، فلازم تكونوا شايفينها اول باول علشان ما تقعوش في نفس الاخطاء اللي انا وقعت فيها لما دخلت الكليه.